بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ مع بعض ان شاء الله حل كتاب الامتحان سنة 2024 مع مستر احمد يوسف. بسم الله ونقول بسم الله. اول سؤال بيقول لك ايه؟ كمية التحرك. طبعا كمية التحرك هي البي، عبارة عن الكتلة في السرعة. فتعال نشوفها. حاصل ضرب كتلة جسم يتحرك في اتجاه ثابت في المعدل الزمني للتغير في ازاحته اللي هي السرعة، يبقى اكيد الاجابة رقم ب. ألقت طائرة مكافحة للحرائق وهي تطير أفقيا بسرعة ايه؟ ثابتة بحمولتها على غابة مشتعلة ثم أكملت بنفس السرعة، فإن كمية التحرك بعد إلقاء الحمولة. طبعا أنا بعد ما لقيت الحمولة الكتلة قلت، ما أنا رميت، فما دام الكتلة قلت يبقى كمية تحرك، مع كمية تحرك طردي مع الكتلة، يبقى أكيد العلاقة إيه؟ طردي، يبقى تقل. في الشكل المقابل سيارتان واحد واثنين تتحركان على طريق مستقيم ولهما نفس كمية كلمة لهما نفس كمية تحرك، يعني أنا ينفع أقول إن بي واحد تساوي بي اتنين. حلو، طيب بي واحد عبارة عن الكتلة بتاعتها في سرعتها، يعني 2000. طبعا خلي بالك لازم تكون بالكيلو جرام، في 50 في الكتلة التانية اللي أنا عايزها في السرعة اللي هي 20. طبعا بالآلة الحاسبة أقدر أجيبها، هيطلع معايا تقريبا رقم ج آلة حاسبة. كرة بولينج كتلتها 4.6 كيلو جرام تتحرك بسرعة منتظمة في على مضمار، فما السرعة المنتظمة التي تتحرك بها كرة الجولف؟ كتلتها 46 جرام ليكون لها نفس المقدار. نفس الفكرة، ما أنا هساويهم ببعض، أقول برضو M1 V1 اللي هي اسمها V يساوي M2 اللي هي بجرام V2. خلاص اهو، هو عايز دي. طب ما M1 بأربعة وستة، في الفي ممكن اسميها واحد عادي. M2 46 جرام، لازم احول في 10 أس سالب ايه؟ 3. الفي طبعا اقسم ده على ده هيديني 100، يبقى الإجابة 100. خلاص. 5. نسر كتلته 10 كيلو جرام يطير بسرعة 20 متر على الثانية، فإذا اقتنص فريسة كتلتها 1 كيلو جرام وطار بها، فإن سنغير اللون، فإن النسبة بين كمية تحرك النسر وكمية تحرك النسر، طبعا هو قال لك إيه؟ السرعة ثابتة. طب ما كمية تحرك طردي مع الكتلة، صح؟ يعني B1 على B2 تساوي M1 على M2، صح الكلام؟ طيب الام 1 كانت ب 10 النسر بس، الام 2 اللي هو نسر وفريسه، والفريسه واحد، يبقى 10 على 11، يبقى الاجابه رقم ج. 6. جسمان واحد واثنين كتلتيهما ام و2 ام على الترتيب يتحركان في خط مستقيم بسرعه 2 في وفي على الترتيب برضه، فاي العلاقات صحيحه؟ تعالى نجيب كميه التحرك ده. استنى ماشي. كميه التحرك ده ام في 2 في اللي هو واحد، واتنين الكتلة 2 ام في الفي، ولكن الواحد بيتحرك في اتجاه والاتنين في اتجاه اخر، وطبعا كمية التحرك كمية متجهة، يبقى الإجابة رقم ب. تعال نخش على الصفحة اللي بعدها. 7. عايزين بس نشيل بتاع دي حبيبي، مبقاش عايز. ثانية واحدة.
حلو كده يا دوبك يعني. 7. الشكل المقابل يوضح جسم A كتلته M وسرعته V، وجسم آخر كتلته B وكتلته M على 2 وكمية تحركه 2 B تكون السرعة. بص هي مليون سكة مليون طريقة، بس تعالى أعلمك حاجة حلوة. مش أنا لسه قايل لك إن العلاقة بين يا عم ماشي، العلاقة ما بين B1 والام طردي والفي طردي، يبقى B1 على B2 تساوي M1 V1 M2 V2. حلو. طيب فالبي اسمها بي، البي 1، والبي التانية اسمها 2 بي، الام 1 بام، الام 2 بام على الاتنين، الفي 1 او بفي، الفي 2 هو ايه عايزها. حلو الكلام. طيب فالبي هتطير مع البي، هتطير مع البي، والام هتطير مع الام، يفضل لك هنا كده نص، يفضل لك هنا كده في، ومكان بسط 2 في 2. فاهمين؟ اضرب ده في ده يبقى في 2 يطلع معاك 4 في. فاهمين؟ ليه مليون سكة على فكرة، بس دي احسنهم يعني. 8. طبعا العلاقة بين كمية التحرك والكتلة السرعة علاقة طردي خط مستقيم. ما دام قال لك جسم يبقى هي كتلته ايه؟ ثابت. زي دي بقى. خلاص. 9. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين إزاحة جسم مش عارف ايه. طبعا ما دام جاب سيرة الجسم فكمية التحرك هي عبارة عن السرعة، يعني ما دام جاب سيرة الجسم يبقى كمية التحرك هي ايه؟ السرعة. فتعال نشوف بقى، طبعا مين أكبر كمية تحرك يعني أكبر سرعة، فطبعا بي غلط عشان بي ده ساكن. طب يا ترى ايه ولا سي؟ ما دام الاتنين نفس المسافة فالعب في الزمن، والزمن عكس السرعة، فاللي زمنه أقل سرعته أكبر، يبقى كده ايه. 10. الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين كمية التحرك. طبعا أجيب برضو السرعة، هقسم 8 على 4 2، وكمية التحرك 4 في 2 هي 8. هي 8. ساعة بس قاعدين يطلعوا فوق. 11. جسمان A و B كتلتهما M و3 M على الترتيب يتحركان في نفس الاتجاه بعجلة منتظمة. طبعا اللي كتلته أكبر كمية تحركه أكبر لأن علاقة طردي، فالوحيدة اللي تنفع هي ب. أي النقاط الموضحة أكبر كمية تحرك؟ طبعا ما دام كرة أنا بحذفها فالكرة ليها نفس السرعة، صح؟ الكرة ليها نفس إيه؟ السرعة. حلو. قصدي ليها نفس الكتلة. الكرة ليها نفس الكتلة. طيب وأنا نازل مع الجاذبية ولا عكس الجاذبية؟ مع الجاذبية، فالسرعة بتزيد ولا بتقل؟ السرعة بتزيد، فأكيد الإجابة رقم دي أهي. طب هل أنا محتاج معادلات الحركة؟ ما دام في سرعة أحتاج معادلات. 13. جسم كتلته نص كيلو جرام يسقط سقوطا حرا من قمة مبنى فاصلة إلى سطح الأرض في خلال 4 ثواني. عايز السرعة. طبعا عايز كمية تحرك فأجيب السرعة. في اف بتساوي في اي زائد جي تي. سقط في اي بصفر، الجي ب10، التي ب4، يبقى 40. 40 في نص ب20. دي السرعة ودي الكتلة. 14. الشكل المقابل يوضح كرة كتلتها نص كيلو جرام تسقط سقوطا حرا من ارتفاع 180 سنتي. هجيب بالسرعة معادلة التالتة. في اف جذر 2 في 10 في 1.8. طبعا ما حاولتش عشان ده بالسنتي. وبعدين بعد ما جبت السرعة هضربها في نص يطلع معاك تقريبا الإجابة رقم ألف. خلاص كده أنا خلصت كمية التحرك. طبعا سهل وبسيط. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم بقى عن قوانين نيوتن وشغل كبير شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.